هل انا ام سيئة علشان قررت اسيب بنتي او ابني لابوهم بعد ما انفصلنا؟ هل انا استاهل العقاب اللي يخليهم يقطعوني بقية عمرهم؟ هل انا استاهل الكلام اللي الاب بيقوله عليا او اهل الاب بيقولوا عليا علشان انا بس مجرد ان ما قدرتش اتحمل مسؤولية اطفالي؟ خليني اقول لكم على حاجة مهمة جدا، دي اللي هتبقى الفيصل ما بين انك ام سيئة او ام جيدة. حاجة انت سبتيهم ليه؟ هل سبتيهم عشان تتجوزي؟ هل سبتيهم عند في ابوهم؟ هل سبتيهم عشان تقدري حياة مثلا مرات باباهم او تيتا او عمته او اي حد تبع باباهم؟ ولا سبتيهم علشان حملهم تقيل عليكي؟ هو يعني ايه اصلا حمل يكون تقيل عليا يا رنا؟ هقولك، حملهم يكون تقيل عليا لما يكون عندي بنات كبار وانا خايفة عليهم من الناس اللي بره، فما اقدرش اشيل مسؤوليتهم، فاقول لباباهم خلي عينك عليهم وهم في حمايتك. حملهم تقيل عليا لو انا عندي شباب كبار وبداوا يمشوا سكه انا مش قادره عليهم وبداوا يزعقوا ويبجحوا ويعلوا صوتهم، لا انتوا هتضيعوا مني، باباكم معاكم. حملهم تقيل عليا لو باباهم ما بيدفعش فلوس او مصاريفهم وانا امراه غير عامله او عامله ويا دوبك باكل وبشرب، لو سمحت مش عايز تدفع اهم عندك، اصرف عليهم براحتك. كل دي حاجات ممكن تخليكي انت تحسي ان حملهم تقيل عليك. بس في حاجه، الشعره بقى اللي بتفصل، امتى الولاد يغفروا لي عدم عيشتي معاهم او ان انا سبتهم لباباهم؟ يكون في ود، لما يكون في سؤال، لما اقعد معاهم وافهمهم. مثلا مش هاخدهم كده من الدار للنار واقول لهم يلا بابا بيتك يلا خد شنطه هدومك وروح على ابوك، عمري ما هعمل كده. انا هكون مجهزه قعده حلوه كده، خارجين خروجه واكلين اكله حلوه وقاعدين بعد البوس والاحضان اللي هم لسه صغيرين حتى لو كبر، والله هاخدهم اقعد اتكلم معاهم فهم الظروف، هسالهم في مشكله لو انتوا رحتوا عشتوا مع بابا؟ هل الموضوع ممكن طرحه ولا مقفول عندكم بالضبه والمفتاح؟ ناخد وندي معاهم ونحاول نفهم منهم، لان احنا اصلا ما ينفعش ان احنا نعمل اي حاجه من غير اذنهم. اتفقنا ان هم هيروحوا عند باباهم ويقعدوا معاه، لازم وحتما ولابد يكون اشوفهم باستمرار، اكلمهم يوميا او بقدر استطاعتي بس باستمرار، ديهم لو هقدر لازم يجوا عندي واقعد واكل واشرب ويقعدوا في حضني، لازم يباتوا معاكي مثلا على الاقل يوم في الاسبوع ولا حاجه. يا جماعه احنا لما بيحصل انفصال ما بين الاب والام، هقرب لكم وهرفع البتاع ده كده شويه عشان اعرف اتكلم معاكم. لما بيحصل انفصال ما بين الاب والام، ده معناه ان انا حياتي مع الراجل ده استحالت وحياة الراجل ده معايا استحالت، لكن عياله لسه عياله وعيالي لسه عيالي، اللي هم نفس العيال اللي بيني وبين الراجل ده، فده خيط بيني وبينه. ما ينفعش ان انا اقطع عند الاب او اخد العيال واقطعهم عن الاب او اقطع نفسي. احنا بنكبر وانتوا اكيد يعني هتكبروا معايا، مش هتسيبوني لوحدي. احنا بنكبر وعيالنا بيكبروا، والصغير بيفهم، واللي مش عارف بيعرف، واللي مش حاسس بيحس. بل بالعكس، العيال دي لما بتكبر مشاعر الكراهية بتكبر معاها. لو كان في بذرة ليها في قلوبهم من ناحيتكم، يبقى لازم علشان المشاعر دي ما تنموش ما اسمحش بيها، وحط مكانها بذور حب ومودة ورحمة وأمومة وأبوة وتربية. لازم نحط البذور دي. طب احنا هنطرح ايه لما يكبروا؟ احنا زرعنا ايه عشان ناخده ولا نحصده؟ فلو عايزة تسيبي ولادك، حاولي تفهميهم انتي سبتيهم ليه، حاولي تشوفيهم باستمرار، حاولي تتواصلي معاهم باستمرار. إياكي ثم إياكي ثم إياكي انك تبيني لهم ان هم مش في خطتك في يوم، ان انتي رميتيهم او ان انتي مش عايزاهم. عشان الواقع الأليم اللي بشوفه حواليا في ناس كتير يخوف جدا.